السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أتكلم النهاردة بإذن الله عن هدم الأسرة. هدم الأسرة للأسف الشديد في بعض المذيعات، ربنا يهديهم، في التلفزيون كل كلامهم تحريض للمرأة، وللأسف فعلا بيلاقوا ناس بتسمعهم، وفي بعض السيدات فعلا بتهدم بيتها بسبب البنات او المذيعات بالطريقه اللي بيتكلموا بالطريقه دي. هم اصلا مش ناقصين. البنت اتجوزت ومش يعني بيهدوها، يعني اهدي بيتك وجوزك وولادك. تقول لهم وايه يعني؟ وايه يعني لما اتطلق؟ انا ليا ايه؟ ليا الطلاق، ليا القايمه، وليا ذهب، وليا نفقه، وليا مش عارفه ايه وايه. بتدور على اللي هتاخده، ما بتدورش على هدم الاسره وتشريد ولادها. المذيعات بيحرضوهم ان انت مش ملزمه انك تخدمي جوزك، مش ملزمه انك تطبخي ولا تغسلي ولا حتى ترضعي ابنك. يا خبر اسود ومنيل، ما ترضعش ابنها ازاي؟ طب كانت بتخلفه ليه؟ ما كانت قعدت بقى جنب امها، كانت قعدت جنب امها بقى، ومادام مش هترضع. لا انتي هو مش جايبك خدامه. طب يا حبيبه ماما، كنت سايبه ماما ليه وجايه تتجوزي يا حبيبتي؟ لما انتي ما انتش عايزه ترضعي ابنك، مش عايزه توضبي البيت، مش عايزه توضبي شقتك، مش عايزه تعملي الاكلك ولا شرب جوزك ولا تغسلي له غسيله. بعدين غسيل ايه واكل ايه وكلام فاضي ايه؟ وهو ايه يعني الغسيل؟ اما زمان اللي كنا بنغسل على ايدينا، وبعد كده جت اتطورنا شوية وجت الغسالة العادية، وبعد كده الغسالة الاوتوماتيك. ما بقاش في حد دلوقتي بيستعمل غسالة عادية. يعني الحياة مرفهة، مرفهة زيادة عن اللزوم. حتى الاطباق، في غسالة اطباق، وفي ميكروويف، وفي فرن، وفي حاجات ياما مرفهة عن ايام زمان. تفتكروا ايام زمان كان في حد بيقول ان انا وايه يعني لما اتطلق وهاخد ليا وليا 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 وليا؟ كان في بنات بيقولوا الكلام ده؟ ابدا يا عيني. وكانوا بيشربوا المر، ولا كانت في واحده حتى بتغضب، ولا كان جوزها حتى بيشوفها. دلوقتي اتعلمنا وبجحنا، وعينينا وسعت، ولساننا طول. بس اكيد مش كل الناس ولا كل البنات. ياما في بنات اصول في الزمن ده برضو اللي فيه الفجر ده كله، لسه في بنات اصول وبتعيش، اهلها مربيينها، عينها شبعانة من بيت اهلها، وتعليم عالي وثقافة وعلم ودين. واكيد طبعا كل واحدة عارفة نفسها وعارفة بيتها وعارفة اصلها. يعني مش لازم اقول فلانة او علانة، مش لازم، هي اكيد عارفة ان هي بنت اصل. يا ريت كل الشباب يدور على بنت الأصول. دور يا ابني على بنت الأصول، ما تدورش على الحاجات الهايفة اللي بتروح، اللي زي الرغاوي، رغاوي الصابون تروح في فقاقيع على طول، بتفرقع وهتفرقعك معاها، وما طلقتهاش هتخلعك. ما القانون في صفها. للأسف الشديد القانون المصري مع الست، للأسف، وهي بتفرح بيه بعد كده. مش عارفة أقول إيه، ملوش لزوم عشان ما زعلش حد مني. بس
يعني فرحتك هتكون مش دايمة، فرحة دقايق أو حتى أيام، وبعد كده خلاص باي باي. اللي راح راح، والبيت اتهد، والبيت اتخرب، وهو هيتجوز وربنا هيعوضه. والله يا شباب عندي بالشكل ده. يا رب، يا رب اصلح حالكم يا رب، اللهم امين. متنسوش الاشتراك في القناة وعمل لايك ليصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.